وحنا صغار ضروري ما نكونوا تعرضنا لقمع الفكرة ديال سكت ما تقولش هادي، قول هادي بهاد الطريقة وماشي بهاد الطريقة. منين يكونوا الناس كيهضروا انت سكت، هادي الهضرة ديال الكبار الى غير ذلك. منين كيتطلب منا اننا نسكتوا او لا كيتطلب منا اننا نعبروا بطريقة واحدة اخرى، بطريقة كتناسبهم هما وماشي بالضرورة كتناسبنا حنا، هذا كيعني بطريقة ولا بأخرى أنه كيتمارس علينا نوع من الرقابة فيما يخص وجودنا. كيقولوا لنا كن موجودية ولكن بشكل محدود. كيقولوا لنا الفضاء ديال التواصل أو ديال الهضرة أو ديال التعبير ما محققش تملؤه كامل، ما محققش تكون موجود فيه بما يناسبك أنت، وإنما خصك تكون موجود فيه بما يناسبنا حنا، بما يجعلنا مرتاحين حنا كناس كبار أو كناس مسؤولين عليك، آباء ولا معلمين ولا ناس أكبر منا. المهم أصدقائي، مني كيقول لك شي حد سكت سافجر أنه كيمارس كيف قلت الرقابة على الوجود ديالك، وهادشي ما كنكونوش واعيين به وحنا صغار، ولكن منين كنكبروا وكيبدا يتشكل عندنا واحد النوع من الوعي كتشكل معاه واحد السلوكات معينة اللي ما كنعرفوهاش منين جاية. بحال مثلا كيجينا صعيب اننا نعبروا على شي فكرة معينة، كيجينا صعيب اننا نهضروا على حقنا، كيجينا صعيب اننا نجتازوا مثلا مباراة العمل بشكل مزيان، بشكل مرضي لينا. المهم كنكبروا وحنا معطوبين في مهارات التواصل ديالنا نظرا الافكار والمعتقدات والحاجات اللي تزرعت فينا وحنا صغار، اللي كتقول باللي خصنا نبقاو محدودين، باللي خصنا نتواصلوا بالقياس، وباللي خصنا نعبروا بما يناسب السياق. في هذا الإطار كاين واحد 3 ديال التمارين اللي مهمة جدا، مهم أننا نديروها بشكل يومي إلى قدرنا، لأنها كتعاود تفكك هذه الأفكار اللي كتقول لنا باللي الصوت ديالنا خصو يملأ فضاء محدود في هذا العالم، باللي التعبير ديالنا خصو يملأ بلاصة محدودة في هذا العالم. كتفكك هذه الأفكار كيف قلت، وكتعاود تعطينا ثقة في صوتنا، في تعبيرنا، وطبيعة الحال هادشي كينتج عليه تحسن في مهارات التواصل عندنا فيما بعد. التمرين الأول هو أنني كنجلس في بلاصة مرتاح فيها ومطمئن، وكناخد ورقة وقلم وكنتفكر شي موقف، شي سيتواسيون، شي ذكرى وقعت لي وما قدرتش نعبر فيها بشكل صحيح. مثلا كنت أمام المدير ديالي وهو فرض عليا شي أشياء وأنا قلت وما عبرتش بشكل صحيح، أو كنت قدام أصدقائي وكلهم مثلا مارسوا عليا نوع من التنمر وأنا ما قديتش ندافع على راسي. المهم نتفكر موقف ما كنتش مرتاح فيه، ولكن في نفس الوقت ما عبرتش على هذا الشعور، ما عطيتش هذا الشعور حقه، وقلت لا أنا ما مرتاحش وها هو ما أفضله، ها كيفاش خصكم تتعاملوا معايا، لأنه في النهاية احنا اللي كنعلموا الآخرين كيفاش يتعاملوا معنا. فنتذكر الموقف، نحاول نكتبه إلى قدرت أو نوصفه، ثم نكتب جواب عليه، نكتب جواب بما يمليه عليا عقلي، داكشي اللي قال لي عقلي نكتبه sur le papier، شنو ما جاني في عقلي نكتبه، ما نحاولش ندير دي فيلتر، نكتب هذا الجواب هذا، وداك الساعة نحتفظ بالورقة ولا ما نحتفظش بها. المهم أنني نحاول ماتيرياليزي الأفكار ديالي، نحاول الأفكار ديالي
نخليها مادية، نخليها موجودة، نخليها ملموسة. نحاول نثبت لعقلي باللي أفكاري كتستاهل تكون ملموسة، كتستاهل يتعبر عليها. هذا التمرين نقدر نقوم به بشكل يومي، كيعطي نتائج مزيانة جدا مع المداومة، لأنه الداخل ديالي كيولي مآمن أني من حقي نعبر، من حقي نتواصل، من حقي نقول ومن حقي نقول لا بما يناسبني أنا. التمرين الثاني هو أنني نقلب كل نهار، نقلب على أوكازيون، على مناسبة نعبر فيها على رأيي. مثلا إذا دخلت لشي كافي، نحاول نعبر على رأيي. مثلا نقول لا أنا ما بغيتش نجلس في هذه البلاصة، بغيت نجلس في البلاصة اللي حدا لا فناتر، أو لا عافاك ما بغيتش هاد الجو درتو لي فيه السكر وانا ما كناخدش السكر. المهم نقلب على دي زوكازيون في حياتي، دي زوكازيون في اليوم ديالي فين نعبر، فين نطلب من الآخر شي حاجة، بيان سور تكون من حقي. هكا بشوية بشوية كنولي نثبت للداخل ديالي باللي الحق ديالي في التعبير وفي التواصل. إذا ما كنتش محظوظ بأنه يتزرع فيا وأنا طفل صغير، فأنا الآن وأنا إنسان واعي كنحاول أنني نزرعه فيا ونبروغرامي راسي عليه بشوية بشوية، لأن هذا هو الصحيح، هذا هو طبيعي، هو أنني نعبر على أي حاجة بغيتها، طبعا بما يناسبني وبما يناسب المبادئ الإنسانية المتعارف عليها. طبعا التمرين الثالث والأخير هو أني كل يوم نحاول نقلب autour de moi، يعني في الواقع ديالي، على 10 الحاجات كيعجبوني، نكتبهم ونقول علاش. مثلا نقول آخر فيلم شفتو عجبني ونكتب علاش، نكتب 3 الأسباب. آخر لوحة شفتها عجبتني ونقول علاش. العلاقة ديال الصديق ديالي وصديقة ديالي عجبتني ونقول علاش. المهم كل نهار نحاول نعطي الصوت للتفضيلات ديالي، لشي حاجات أنا كنفضلها كتعجبني ونقول علاش. هذا مع التمارين اللي سبقوا كيعزز صورتي الذاتية اللي فيها الآن أنا إنسان معبر، إنسان كيقدر يعبر فوق ما بغى بالطريقة اللي بغى، والمعيار الوحيد اللي عنده هو واش هذا التعبير كيناسبه ولا لا. سلام.